جاء رجل يصيح ويولول ويقول وذنوباه وذنوباه وذنوباه، يصيح من حرقة المعصية والذنب الذي اكتسبه والخطيئة التي اجترحها. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فقال له: ألا تحسن ما تقول؟ يريد أن يربيه عليه الصلاة والسلام على حسن الظن بالله. القضية مو دعاء فقط، القضية ماذا تعتقده في الله. تدعو وأنت لا تحسن الظن بالله، تدعو وأنت شاك أن الله عز وجل يسمع لك، وشاك أن الله عز وجل لا يستجيب لك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا الرجل يصيح فقط وذنوباه وذنوباه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. الله أكبر. ادعو بهذا الدعاء. الرجل سمع هذه الكلمات فدعا بهذا الدعاء: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد. فأعاد، ثم قال له: أعد. فأعاد، فقال: قم فقد غفر الله لك.